يا عزيزي، مش كل مقدمي المحتوى بلوجرز ملايكة بجناحات خالص، في منهم شياطين. في ديسمبر اللي فات تقدم العشرات ببلاغ ضد بلوجر مصريه انها نصبت عليهم في مبالغ ماليه بزعم انها هتستثمرها لهم في البورصه، وطلع متورط معاها في الحوار ده طليقها اللي كان طلع اشاعه ان هو انتحر، بس هو ما انتحرش ولا حاجه، والبوليس برضو قبض عليه، واخت طليقها وجوز اخت طليقها، وليله كده كبيره قوي سعادتك. والموضوع لسه قيد التحقيقات، ومن الواضح ان في اسامي بلوجرز مصريين تانيين هيتدبسوا في الحوار ده كمان. وده يرجعنا لواقعه حصلت من كام سنه لبلوجر مصريه برضو كانت مالكه لعلامه تجاريه لملابس المحجبات، اللي استغلت وفاه جوزها اسوأ استغلال الحقيقه، وساعتها طلعت وفاه جوزها ترند، واتشهرت بسبب صوره اخدتها سيلفي وجوزها بينزل القبر، واستغلت تعاطف الناس معاها وبعت لهم حرفيا الهوا في بوستات وازايز، ونصبت عليهم في ملايين. وقبل ما اسمها يتحط على قوائم الممنوعين من السفر هربت بالملايين بتاعت الناس على قطر، وطلعت في فيديو بمنتهى السلاسه تقول لهم احنا مع بعض على المكسب والخساره وانتوا خسرتوا معايا، وابتدت تعمل فيديوهات وهي منتقبه. قال يعني الناس مش هتعرفها، بس الستات المصريين كانوا قواريب وفقسوها. ومؤخرا بيقال ان هي انتقلت بشكل دائم لتركيا، وبتقدم دلوقتي محتوى نصائح للستات عن علاقتهم الزوجيه. فمعلش يعني انا حابه افهم ازاي ممكن تبقى الامثله دي قدوه بالنسبه لكم، او بتاخدوا منها معلومه، او بتاخدوا اي حاجه منهم ثقه. انا شخصيا اتعرضت لموقف مشابه من الحاجات دي، وفوجئت ان في ناس بتعرض عليا عروض انها تديني فلوس او تقدم لي اي حاجه مقابل ان انا اعمل لهم خدمات هم متخيلين ان انا اقدر اعملها. انتوا ازاي بتجازفوا المجازفات دي يا جماعه؟ مقدمين المحتوى دول بني ادمين زينا، فيهم الصالح وفيهم الطالح. فقبل ما تسلم دماغك لاي حد فيهم لازم تسال نفسك هو بيقول لي الكلام ده ليه؟ لان في ناس ادمنت السوشيال ميديا علشان تحقق منها مكسب سريع. مش مهم بقى اللي بيقدمه لك ايه، معلومه صحيحه معلومه غلط، مش فارق معاه غير عينه على المكسب بس. فارجوكم ايا ما كان مقدم المحتوى او الانفلونسر اللي انت بتتابعه، حاول تبقى بتركز قوي في المحتوى اللي بيقدمه لك، لان في ممكن اللي يقول لك معلومه طبيه تضرك، في ممكن اللي يزيف لك التاريخ، في ممكن اللي يسود لك الحاضر والمستقبل ويقفلها في وشك، او مثلا ينصب عليك زي اللي قلنا عليهم دول. وعشان ابقى حقانيه الكلام ده ينطبق عليا انا كمان، راجع ورايا وشوف كل حاجه بقولها صح ولا غلط.